السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله النهارده جايبه لكم اقوى 3 وصفات هتعجبكم جدا. اول حاجة معايا عجينة بتاعه مزيل البقع من الملابس ومفروشات عامة. جربتها على كذا حاجة وطلعت ناجحة بسم الله ما شاء الله. طلع لي فيها مبروك كسبت مخمرية. فرحت جدا. اول حاجة بصوا دي بتتحط على 3 لتر. بنحط العجينة اللي قدامكم دي وبنقلب كده. بنحطها على 3 لتر بنفضل نقلب فيها لحد ما تتذوب كويس جدا. اللي معايا ده بقى مسحوق بتاع الصحون. تمام. ده مسحوق المفروض مكتوب عليه فري بس الورقة كنت شلتها منه. بيجي مع كيس بودر كده وبيجي كمان كيس جل. تمام. اول حاجة بندوب البودر ده في 6 لتر من المية. ده بيتعمل على 6 لتر من المية. طبعا ده كان اول مره اجربه وبرده مزيل البقع اول مره اجربه بس قلت مش هنزل لكم الفيديو غير لما اجربه والاقيه ممتاز زي الجل طبعا بتاع مسحوق الملابس. انا تاني مرة اجربه ولكن انا ما عملتوش قدامكم في الفيديو. ولو حابين ان شاء الله انزل لكم برضو طريقته واوريكم شكل الكيس بتاعه. اول حاجة بدوب البودر كويس جدا بتاع مسحوق الصحون لحد ما يدوب كله. هو لونه برتقاني كده بريحة الليمون. تمام. ده بريحة الليمون الاصفر اللي هو الفري. في بقى بريل بريحة الليمون الاخضر. تمام. آه، الكيس البودر بيكون لونه برتقالي كده وبعد كده هحط بعد ما يدوب احط عليه الكيس اللي هو الجل وافضل اقلب لحد ما يكون مفيهوش. يعني بصوا في تكتلات كده. لا انا هفضل برضو اقلب لحد ما التكتلات دي تروح. وهبدأ بعد ما اسيبه كده بعد ما اقلبه التكتلات تروح هسيبه لحد تاني يوم الصبح يكون خمر معايا. لازم اسيبه يتخمر كده وبعدين ابدأ ان انا استعمله. بصوا كده القوام سايل معايا. ان شاء الله بكره يعني تاني يوم بعد ما سبته هوريكم ازاي القوام بتاعه تقل. بصوا ده كده كان تاني يوم حتى بصوا من الملمس باين عليه ان هو تقل. كده القوام تقل معايا. ابدا ان انا اشتغل بيه عادي جدا. صابون صحون زي اي صابون انا بشتريه. طبعا الحاجات دي بتبقى موجوده في محلات معينه بتكون فاتحه في اماكن كتير جدا. بتكون فاتحه ان هي بتبيع تركيبات بس ما بتبيعش يعني خلطات. ما بتبيعش صابون جاهز او مزيل بقع جاهز والبخ والكلام ده كله. دي بيكون عندهم خلطات بس. تمام. فبصراحة هم ممتازين جدا واسعارهم حلوة جدا وموفرة. هبدأ ان انا اجرب معاكم الخلطة بتاعة المزيل البقع. انا كنت عاملة مجربة بيها بقعة الشاي واتشالت على طول. ومجربة بقعة حبر كده على السجادة برضو واتشالت. هبدأ بقى ان انا احط لكم على القماش. دي طرحة بقى يعني انا مستغنية عنها ما بلبسهاش اخرج بيها وكده فقلت اجرب عليها عشان لو ما تشيلش يبقى كده ايه انا ما خسرتش حاجة. هبدأ ان انا بس كده اقلبه تقليبه. ده كده عاملاه مع الصابون من امبارح. وهحط كده ايه شويه على البقعه واسيبها. طبعا انا سبت البقعه لما نشفت الاول الحبر لما نشف قلت علشان اتاكد هل هي كويسه الخلطه ولا لا. هبتدي بقى بفرشه اسنان كده او ليفه معاكي او اي حاجه. ابداي بقى ان انت ايه بصي بتتشال على طول. ابداي ان انت مسحي بيها هتلاقيها بتتشال معاكي على طول بسم الله ما شاء الله يعني. فالحمد لله لقيت خلطه كويسه لاني انا دايما بعاني من البقع اللي بتكون في الملابس ايا كانت البقع بقى شوكولاته. الاطفال دايما بيبهدلوا. فهبدا ان انا كده ايه استعمل الخلطه دي حلوه جدا وموفره. هي تقريبا كانت ب25 او 20 مش بالسعر اللي كان مكتوب عليه. هبدا ان انا ابخ عليها بخه كده برضه عشان اتاكد ان الحبر راح. وهدعك كمان كده. بس كمان تمام كده يعني ممتازه جدا. دي كده كانت خلطة المزيل البقع. نيجي بقى للصابون ونشوف بقى ايه بيرغي معانا ولا ما بيرغيش. انا جبت بصراحة الكوتش محتاجة ان انا اغسله معذرة يعني. فهبتدي ان انا اخد كده بخة على استفنجة واحط عليها شوية صابون وابتدي ان انا اشوفها هترغي معايا ولا مش هترغي. اهم حاجة الصابون يرغي معانا كده ايه نكون احنا ارتحنا يعني. بصوا يعني كمان ما بلتهاش ميه كتير وبصوا بيرغي معايا جامد. هبدا بقى ان انا ايه ادعك بيه الكوتش بصراحه لقيته بينضف يعني. وممتاز جدا برضو الصابون غير ان هو بيرغي هو ممتاز. طبعا انا هوريكم. انا طبعا عملت المسحوق بتاع الغساله وفي للغسالات الاوتوماتيك وفي بقى التركيبات حاجات كتير جدا للشعر. برضو جايبه تركيبه الشعر التساقط وجايبه برضو اللي هي التناعيم. فهبدا ان انا برضو اجربهم واقول لكم النتيجه بتاعته كويسه ولا لا.
بصوا ده كده يعني من دعكة واحدة والله يعني. بس هبدأ بقى ان انا ايه اغسله كده مع نفسي. دي الثلاث مساحيق ان انا جربتهم او ثلاث خلطات. الصابون السائل مزيل البقع ده، البرسيل ده تاني مرة تاني جنكر املاه يعني. انا عملت قبل كده وخلصته وبدأت ان انا عملت خلطة تاني. ولما عملتها بقى قلت خلاص هجيب خلطة الصابون وخلطة مزيل البقع وهجربهم معاكم. وبإذن الله هجرب برضو البرسيل معاكم الخلطة بتاعته او اوريكم الخلطة بتاعته شكلها ايه. اشوفكم على خير والسلام عليكم.